غرفة المهاجرين والأنصار للرد على الشيعة تقدم. تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وحزبة الشيطان، جعلوا الشهور على قياس حسابهم، ولربما كملا لنا شهران، ولربما نقص الذي هو عندهم واف وأوفى صاحب النقصان. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، حبوا قرابته وسبوا صحبه، جدلان عند الله منتقضان، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولا، الآيات الواردة في مدح أهل البيت عليهم السلام في القرآن كثيرة، منها مثلا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. هذا أولا. فمنهم آل إبراهيم؟ قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. هذا أولا. فالنبي صلى الله عليه وآله هو خير الناس من ذرية إبراهيم وخليل علي، وهم أهل بيته، فإذا هم من المصطفين بنص الكتاب العزيز. هذا أولا. قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم. وين رايح يا الميسم؟ يا الميسم الله يهديك، وين رايح؟ انت ليش دخلت على آية المباهلة؟ اصبر. انا كلامي محدد، ما تراوغ معي. اهلا عمي يا ابو مروان. لا ما بدي اكمل الآية، ما بدي قواعد اللغة العربية، المثنى والمفرد والجمع، ما بدي كمان يبعد عن الموضوع. اولا في هذه المسألة سلام على آل ياسين، كيف انت تثبتها اول شيء لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بالتحديد في بيت علي وفاطمة رضي الله عنهم اولا. ثانيا في هذه المسألة، في مسألة ذكرت ذرية إبراهيم، أنا أسألك يا الميسم، هل الصحابة من ذرية إبراهيم ولا لا؟ تفضل معك المايك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا أن ذرية إبراهيم منهم الصالح ومنهم غير الصالح، منهم الظالم ومنهم غير الظالم. طيب ممتاز الميسم، منهم الصالح ومنهم غير الصالح. إذا ذرية إبراهيم قاطبة، أمة العرب قاطبة من فخذ إسماعيل عليه السلام، فيهم الصالح وفيهم الطالح. تمام. إذا ثبت من آل البيت حبهم وانتماؤهم وولاؤهم وبيعتهم وخلافتهم للصحابة رضي الله عنهم حسب كتبك مو كتبنا، كأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، هل يعدوا من الصالحين أم من الظالمين؟ تفضل معك المايك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كل الأنبياء والرسل والأئمة والحجج الإلهية باستثناء بقية الله في الأرض والمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كانت للظالمين في أعناقهم بيعة. القرآن ذكر ذلك، وذكر أن إبراهيم هي محاج النمرود أن آتاه الله الملك. فمن كان إمام زمان، من كان الإمام أمام إمام إبراهيم الوقت الزمني، من كان تجري على إبراهيم طاعته في الظاهر، لم يكن يعمل لدى هذا الظالم، هذا عزيز مصر. وهكذا جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام كانت للظالمين في أعناقهم بيعة، وهذه البيعة الظاهرة لا ترتب أثرا، إنما هذا لحفظ نفوسهم. هذه ليست البيعة الظاهرية. طيب ممتاز.
لا ينال عهدي الظالمين. ممتاز. من نسل وذرية إبراهيم عليه السلام في مسألة الإمام لا ينال عهدي الظالمين. أنا أسألك من نسل الإمام الحسن رضي الله عنه هل يعتبروا أئمة معصومين كأبناء الحسين؟ تفضل معك المايك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل. خذ المايك يا الميسم. سقط المايك. في صوت يا إخوان؟ يا أخوان في صوت؟ في صوت يا الميسم. سقط منك المايك. تسمعني يا الميسم؟ يا الميسم أين أنت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا أخوان يعني انتوا لاحظوا على كلام الميسم قال يعني انه تكون ذرية إبراهيم عليه السلام محصورة في مسألة الصالحين، ولا يحق ولا تجوز الإمامة أو الطهارة إلا في ذرية إبراهيم الصالحين. ممتاز. طيب كلنا نعلم أن من نسل الإمام الحسن ليسوا أئمة معصومين، إذن هل هم تنطبق عليهم الظالمين؟ هذا هو السؤال. نريد نعرف مكانة الآن ذرية الإمام الحسن، أين موقعهم في الإعراب إذا كانوا ليسوا من ذرية ليسوا مكانة عندهم كمكانة أبناء الحسين عليه السلام. فإذا بحسب يعني اعتقادهم وقولهم إنهم أيضا والعياذ بالله من الظالمين. قال لا ينال عهدي الظالمين. أيوة يا ريت يا نعم ليس فقط عباس، عندك أيضا آل عقيل، عندك آل جعفر. نريد أن نعرف الآن مكانتهم، لماذا فقط انحصرت في أبناء الحسين عليه السلام؟ إذن باقي آل جعفر وآل عباس، آل العباس وآل عقيل إذن من الظالمين، لأنهم لم يميزوا عن باقي الصحابة رضي الله عنهم وآل البيت في مسألة الإمامة. وينك يا الميسم؟ بدك تحل لنا الإشكال هذا الآن يا الميسم. طب أنا أنقطه، يمكن أنقطه وارفع عنه. يا الميسم تسمعني الآن؟ يا الميسم يا الميسم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أو يمكن جالس بيبحث في جوجل، يمكن جالس بيبحث في جوجل. يا اخوان الرافضة عامة اي استدلال ان كان من القرآن ان كان من الاحاديث سبحان الله تنقلب المسألة ضده. هذه يعني الامور ما في يعني امر معين الا وهناك يعني بعض الاسئلة لازم الرافض يجيب عليها. لماذا فاطمة الزهراء لم تكن امام؟ ألم تكون مطهرة؟ أليست أم للأئمة المعصومين؟ لماذا لا تكون إمام إذا كان عندها العصمة المطلقة وعصمة الغيب، علم الغيب المطلق؟ طب ماشي، هي إذا قالوا لا تجوز للنساء الإمامة، طب ما فادت إمامتها عفوا عصمتها؟ ما فادت علم الغيب؟ ما الفائدة؟ عليكم السلام ورحمة الله. وين رحت يا الميسم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لسه ما فتحنا موضوع يا الميسم. طيب مين عنده من ضيوفنا الشيعة مايك ويكمل الحوار؟ احنا عندنا سؤال يا حياك الله يا اختنا منار، حياك الله يا اختنا. انا عندي سؤال مطروح بالغرفة يا ضيوفنا الشيعة. سؤالي هو كالتالي:
أن الله سبحانه وتعالى مدح وذكر الرسل أنهم حجة الله على الخلق. الصوت بعيد. لا الصوت ممتاز. الصوت بعيد يا إخوان. ممتاز. خلصتوا عمركم تسألون الأسئلة. طيب يا كول اجلس خليك مستمع إذا ما عندك يعني اعتراض. ايش ستات يا كوكو؟ يعني بدك المايك؟ بدك المايك يا كوكو؟ أبيه والله. طب اعرف شو السؤال المطروح بالغرفة وبعديه أخذ المايك. السؤال المطروح بالغرفة أن الله سبحانه وتعالى أبلغنا بالقرآن أن الرسل هم حجة الله على الخلق. تمام. وقال الله سبحانه وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والإمام علي يقول رضي الله عنه قال بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه وجعلهم حجة له على خلقه. السؤال الآن أين حجية الله للأئمة الاثنى عشر من القرآن؟ تمام. هذا هو السؤال المطروح. تفضل معك المايك. خذ المايك يا كوكو. يا كوكو خذ المايك وجاوب على السؤال. وين راح كوكو؟ جاسم يا جاسم عندك مايك يا جاسم؟ وينكم يا شيعة علي؟ ليه ما ولا واحد بياخذ مايك؟ اقدم نور الزهراء يا اخوان. اقدم نور الزهراء. ما هو نفس السؤال يا ابو ريان. نفس السؤال. نفس صلب الموضوع. نفس السؤال. نريد عصمة الأئمة. نريد مدح الله سبحانه وتعالى للأئمة. نريد مكانة الأئمة. الله سبحانه وتعالى ذكر ومدح الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. صح لا يا أخوان؟ لماذا لم يذكر الأئمة؟ أين مكانة الأئمة بالقرآن؟ أين؟ الله سبحانه وتعالى يقول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. ما قال من الأئمة، لا، قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لماذا الله سبحانه وتعالى ذكر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولم يذكر الأئمة؟ مع العلم الأئمة عندكم أفضل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لماذا؟ أين مدحهم؟ أين ذكرهم؟ أين مكانتهم يا شيعة في القرآن؟ الآيات اللي وعد الله سبحانه وتعالى فيها عباده بالجنة والدرجات العليا تبدأ في إحصاء الترتيب من الأنبياء، ثم بعد الأنبياء الصديقين، ثم جاءت الشهداء، ثم جاءت الصالحين. أعلى مراتب. هذه منبوذ يا نور الزهراء، منبوذ بالغرفة وفي احتجاج. ما حد حاب يسمع صوتها. منبوذة يا متمتعة مع المراجعات. انا شفت التكست، شفته بعدين كيف يا نور الزهراء تاخذي مايك
وفي 4-5 إسلام موجودين بالشوارب. الله يلعنكم. طيب الله يلعننا. يلا مشكور. تفضل يا الميسم، يلا معاك المايك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقول أن الإسلام حينما بدأ كان المهم هو تثبيت دعائم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. كل ما تبتعد عن الإجابة راح نقطك يا الميسم، مو هذا سؤالي. أنا ما سألتك عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله ذكر أن الأنبياء هم حجة الله في الأرض ولا حجة بعد الله بعد الرسل، وذكر امتداح الأئمة، عفوا امتداح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لماذا لم يذكر الأئمة؟ هذا هو سؤالي. ما تعطيني إجابات يعني أنا في واد وأنت في واد. تفضل معك المايك. وينكم يا شيعة علي؟ اللي علي بريء منكم. ولا واحد عنده جواب؟ ولا واحد عنده جواب؟ معقول الإمامة أعظم من النبوة؟ ولم يذكر الله سبحانه وتعالى مكانة ومدح وفضل الإمامة؟ إذا حاب أنطيق مصادركم جاوبني، جزاك الله كل خير. مصادر إيش؟ شو المصادر؟ أبشر يا أبو هيثم، أبشر حبيبنا الغالي. صح كلامك صحيح أبو الهيثم. يلا يا رافضة، بعدني في أول سؤال. ما حد يسب، ما حد يسيء يا إخوان. رجاء يا إخوان بارك الله فيكم، تكلم في دينه، لأنه دينه وحده يكفي، كله فضائح. ما في داعي كلمة حمار، كلمة يا كلب، كلمة ما في داعي للسب والشتم، ما في داعي. وإذا الرافض أساء الأدام الموجودين ينقط أو يطرد. عليكم السلام ورحمة الله. نريد يا شيعة، عفوا يا رافضة، نريد مكانة الأئمة تمام من القرآن، مدحهم وأفضليتهم وعصمتهم وكراماتهم ومعجزاتهم. لا يعقل بالاسم زيد رضي الله عنه، بالاسم يذكر الله سبحانه وتعالى ولم يذكر علي بالاسم بآية محكمة. مو معقول تذكر النملة يعني التي لا تذكر، والفيل الكبير ولم يذكر الأئمة، لا معجزاتهم ولا مكانتهم ولا الله سبحانه وتعالى امتدحهم. بل العكس، أن الله سبحانه وتعالى بين من لا يؤمن بالرسل فلا يعد من المسلمين والمؤمنين. نريد أيضا آية من القرآن تمام أن إذا من لا يؤمن بالأئمة فهو كافر. نريد. حي الله أبو بكر. فيه ولا ما فيه؟ يا كل شكلك اليوم مكثر من تربة كربلاء. أنا بحكي في موضوع في آية محددة. أنت نازل لي الإسرائيلي ونازل لي تلميذ البريطاني، شو منتهجة؟
ما تقفز يا أبو عمر. أبو عمر ما تقفز رجاء. الشيعة في الجنة، اثبت يا تقبي. تاك بوي اثبت. هات اثبات. عندك اثبات؟ حي الله حبيبنا سلفي. شلونك حبيبنا سلفي؟ ولا معك صك جواز سفر من الامام علي؟ يا علي انت وشيعتك في الجنة، وين هذا الكلام قالوا يا تقي؟ وين هذا الكلام قالوا؟ وين؟ طيب انا عندي رواية ايضا يا ابا بكر انت وجيشك في الجنة. انا عندي حديث يقول هذا، وفي حديث اخر كل النواصب بالجنة بغير حساب ولا عذاب. انا عندي حديث يقول هذا الشيء، كل النواصب في الجنة من غير حساب ولا عذاب. ليش تضحكوا يا وهابية؟ هذا حديث، وقد روى أنه قال سمع من مبارك ونقل عن أبو ركان قال كل النواصب في الجنة بغير حساب ولا عذاب، وصححه أبو الهيثم. جبت لك حديث يا تقي. السند ضعيف فيه أبو ركان منكر. الحديث منكر. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد وثقه مبارك. نعم والله يا شيعة، يعني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال علي نحن أهل الذكر، يعني فقط علي هو من أهل الذكر فقط، يعني حصريا فقط الإمام علي رضي الله عنه هو أهل الذكر. لا شوفوا السند يا إخوان. ذكر من قال ذلك، حدثني، ذكر من قال ذلك. مين اللي ذكر إنه قال ذلك؟ حدثني. مين اللي حدثه؟ مين اللي حدثه؟ أحمد بن محمد الطوسي قال ثنا. يعني لليوم مش عارفين تواتر السند، مش عارفين لليوم تواتر السند يا شيعة. نعم. وفي رواية أخرى يا إخواني كل النواصب في البالتوك في الجنة، كل النواصب في البالتوك بالجنة. ابن جرير الطبري الشيعي، ابن جرير الطبري الشيعي. ابن حديث متواتر. والله ما بعرف أنا تقنيات الصوت وهذه الأمور ما عندي والله خبرة في هذه الأمور. الطوسي يا أبو طارق يرحم والديك، هو يقصد ابن جرير الطبري الرافضي. ما ابن جرير في السني وفي الرافضي، في ابن قتيبة السني في الرافضي، هذه معروفة. أسماء متشابهة بين علماء الروافض وعلماء أهل السنة. الميسم ورح يا أخوان، ليش اختفى الميسم؟ ليه بطل الشخبط على التكست الميسم؟ وينك يا علامي يا فقيه يا محدث الأمة؟ دين قائم على نقران أهل البيت حتى إبليس إبليس أولا مؤمن عندكم لأنه لا يبغض علي ويحب علي. ثانيا بالنسبة لنا نحن أهل السنة لعنة الله على من يبغض آل البيت، لعنة الله على من يسب آل البيت، لعنة الله على من قتل آل البيت. فما تزاود علينا،
ما تزاود علينا يا الميسم. محمد صدقني لو تعمل سند من غرفة راح تلقاه أصدق من كل الرواة كتب الرافضة الكذابين. لا لا لا، أنا عندي مبارك، أنا ثقة في الجرح والتعديل في نقل الحديث. مبارك أنا عندي ثقة. أنا شوفوا يا أخوان، أنا عندي أبو ركان وأبو ريان ومبارك، تمام. في الجرح والتعديل أنا عندي أصدق من الخميني والخوئي والمفيد، أنا أصدق عندي. دخلت في القتال يا الميسم، ممتاز ممتاز. أنا أسألك حتى نفوت في صلب الموضوع. هل علي كفر معاوية؟ هل علي كفر معاوية لقتالهم؟ اصبر قبل مقتل الحسين، لا تغير، خليك. هل علي كفر معاوية لقتالهم؟ لنتفق الآن على جزء من أغضب فاطمة. ممتاز. نتفق. لحظة يا أخوان، الآن الميسم يريد التكلم على غضب فاطمة. ممتاز. تفضل على المايك، قل لي ما حكم من أغضب فاطمة. تفضل معك المايك. خذ المايك يا الميسم. ليش ما تاخذ المايك؟ لا، في صوت. وينك يا الميسم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقول أن فاطمة الزهراء عليه السلام هي صديقة طاهرة، وأن النبي صلى الله عليه وآله قال في حقها: فاطمة بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني، ومن آذاها فقد آذاني. واضح بحديث النبي صلى الله عليه وآله أن كل إنسان مهما كان إذا أغضب فاطمة فقد أغضب رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن آذى فاطمة فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله. والذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله قطعا أن مصيرهم إلى النار. الذين يرفعون أصواتهم فقط فوق صوت النبي تحبط أعمالهم. خلاص الميسم، رسالتك وصلت. من أغضب فاطمة فهو في النار. صح يا أخوان؟ ما قال هيك؟ من أغضب فاطمة فهو في النار. ما حكم علي عندما رفض الذهاب معها لبيت أبي بكر في قصة فدك، وغضبت منه فاطمة في أمهات كتبك؟ هل علي في النار الآن؟ تفضل معك المايك. لحظة يا أبو ريان، نقطة احنا خلينا نتكلم. أولا خلينا نتكلم في مسألة رفض علي في ذهابه مع فاطمة لقصة فدك. تفضل. وغضبت منه، هل علي في النار؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا هو هذا العجب في أمركم، أنكم تدعون حب فاطمة عليه السلام، وتقولون نحن نحب أهل البيت عليهم السلام ولا نبغضهم ولا ونتولاهم، ومع ذلك الآن أنت الآن تترك يعني من اتفق المسلمون على أنه
يا الميسم يا الميسم، بدون مقدمات وبدون مراوغة، أنا عندي حدث أمر في عهد علي رضي الله عنه، أنه رفض الذهاب معها لأبي بكر في قصة فداك. عندما خرجت وذهبت لأبي بكر وعادت غضبت على علي. هل علي في النار؟ هي غضبت، في أمهات كتبك تقول أنها غضبت علي، وأنت قلت من يغضب فاطمة فهو في النار. هل علي في النار؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله ننتقل لنقاش هل أن عليا عليه السلام أغضب فاطمة أو لا. لكن الآن خلينا نأخذ المتفق عليه بين المسلمين. المتفق عليه بين المسلمين بنص رواياتكم الصحيحة في البخاري وغيرها مسلم أن الذي أغضب فاطمة. احنا نواصب، انتم ما بتدعوا انه احنا نواصب ننصب العداء على البيت. انت مالك ومالنا، مالك ومال ديني، انت خليك في دينك. انتم بتدعوا حبكم وتقربكم لأهل البيت، تمام؟ ليش رحت للبخاري ومسلم الآن؟ مالك ومال البخاري ومسلم، خليك في نفس السؤال. الرواية هي موجودة عندك، بل حتى دعت على علي رضي الله عنه، يعني مو فقط غضبت بل دعت عليه. يا ليتني مت قبل هذا ولما أشكو إلى أبي وأختصم إلى ربي. يعني حتى يوم القيامة سوف تأخذ حقها من علي لأنه أغضبها. تفضل معك المايك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولا إذا كنت تتفق معي على أن أول من أبغض فاطمة هو أبو بكر وأنه سلبها حقها. أنا مش موضوعي لأبو بكر ولا الصحابي ولا الرسول ولا التابعين ولا موضوعي كل الأمة الإسلامية. أنا موضوعي محدد بين فاطمة وعلي رضي الله عنهم، تمام؟ فقط علي فاطمة. ما تكلمني لا بالرسول ولا بآل البيت كلهم، ولا تكلمني بالصحابة ولا بالتابعين ولا بحد تكلمني. انت قلت أن من أغضب فاطمة فهو في النار. حصلت واقعة ما بين علي وفاطمة عندما ذهبت لأبو بكر، غضبت علي بل دعت عليه وسوف تخاصمه يوم القيامة أمام الله. هل علي في النار؟ تفضل معك المايك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله أن فاطمة بضعة منه، وأنه من أغضبها فقد أغضبه ومن آذاها فقد آذاه. انت واضح انه ما بنفع معاك الزور، ما بنفع معاك الذوق. انا بدي اسألك سؤال. ان فاطمة بضع مني انا منها، فمن اذاها فقد اذاني، تمام؟ ليش قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث؟ تفضل معك المايك. انت واضح انه يعني مش عارف، انت بتتغابى ولا غبي. ليش النبي قال هذا الحديث؟ ان فاطمة بضع مني وانا منها، فمن اذاها فقد اذاني. ليش؟ تفضل معك المايك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الحديث أصلا واضح ومعروف وموجود في كتاب الخصال، وإن شاء الله في بقرأ الكيان ونتناقش حوله مفصلا. ما عندنا شيء نتحاور على هذا. ما بدي تناقشني فيه مفصل ولا مجرح ولا معدل. أنا سؤالي محدد. النبي ليش قال هذا الحديث؟ شو المناسبة أو الواقع اللي حدثت والنبي قال إن فاطمة بضع مني وأنا منها، فمن أذاها فقد أذاني؟ شو المناسبة اللي خلى النبي يقول هذا القول؟
تفضل معك المايك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقول لأن هناك اثنين من المنافقين ذهبوا إلى فاطمة عليه السلام وأخبروها بأن عليا عليه السلام يريد خطبة بنت أبي جهل على فاطمة عليه السلام. هؤلاء المنافقين الاثنين ذهبوا إلى فاطمة عليه السلام وأخبروها بهذا. لحظة مين هؤلاء المنافقين اثنين؟ وين هذا الكلام موجود؟ ما تعطينا كلام إنشائي، قلنا أسماء اثنين. وين هذه الرواية اللي انت بتسردها الآن؟ وين موجودة هذه؟ تفضل. عند أمك. طيب خليك منقط مع عفير. تفضل يا الميسم. وين مين المنافقين اثنين؟ اسماء الرواية موجودة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الرواية موجودة في الخصال، وهي رواية طويلة للشيخ القمي، لكن أنا الآن عجيب شلون كيف. والله الشيخ العلامة القمي أنا ما باخذ برواياته، لأنه هذا يؤمن بتحريف القرآن. أنا ما باخذ من واحد شخص يحرف القرآن. لا هاي كبة عزبالي، هذه الرواية كبها عزبالي ما بتلزمني. لكن الأسماء، مين الأسماء هذه اللي انت بتتكلم عنها؟ مين الأسماء اللي ذهبوا لبيت فاطمة؟ يلا عشان الآن بدي ألزمك بسؤال وأشوف كيف بدك تطلع من هذا السؤال. تفضل معك المايك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل. لا شوف جد حجتك ضعيفة الآن. أنت أقول لك الآن كتاب البخاري ومسلم يثبت غضب فاطمة، وكتبنا تثبت غضب فاطمة على أبي بكر، ثم أنت تبدأ. أولا هذا كذب، ثانيا احنا مش موضوعنا كتب أهل السنة، ثالثا قلت لك احنا نواصب. انت ليه زعلان؟ احنا مش عندكم نواصب؟ انت مالك ومالنا؟ تخليك في عقيدتك. انت بتدعوا حبكم لآل البيت وشيعة علي، مالك ومالنا انت؟ فجاوب على سؤالي لو سمحت. اعطيني اسماء الشخصين اللي ذهبوا لبيت فاطمة. تفضل معك المايك. خذ المايك يا الميسم. يا الميسم وين رحت؟ خلاص صفيت وطفيت؟ ما عندك جواب. للعلم يا اخوان قول النبي عليه الصلاة والسلام ان فاطمة بضع مني وانا منها فمن اذاها فقد اذاني، وهذا يرويه الشيعة في امهات كتبهم، وعدة روايات ذكرت مناسبة هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما علمت وعلم النبي أن علي أراد أن يتزوج عليها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقولة إن فاطمة بضع مني وأنا منها، فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. فعلي رضي الله عنه أخطأ بحق فاطمة رضي الله عنها، أخطأ بحق فاطمة. الشيعي يقول أن من يغضب فاطمة فهو في النار. ممتاز. إذا كان أغضب فاطمة علي عندما رفض أن يخرج معها إلى بيت أبو بكر لقصة فدك، ورجعت إلى بيتها وغضبت على علي حتى دعت عليه، إذن علي في النار، علي بالنار. هذا لا يا أخوان. مين اللي خايف يا جاسم؟ مين اللي خايف؟ من ايش نخاف؟ اسأل. عندي جواب بجاوبك، ما عندي بقدم حد من الاخوة يجاوبك. من ايش نخاف؟ الحمد لله ديننا
نقي، وما في سؤال إلا وفي جواب. وينك يا الميسم؟ أنا مش موضوعي يا أبو بكر، لا لم يغضبها، أهو جاوبتك، بس مش موضوعي أنا مسألة أبو بكر وفاطمة. أنا بسألك عن أبو بكر ولا بسألك عن علي وفاطمة؟ أنا ما سألتك عن أبو بكر وعن فاطمة، ما سألتك. شيعي بدل الضحك الصفرة هذه، الضحك الصفرة، خليك رجل واطلع مايك، خليك رجل واطلع مايك، يجاوبني على سؤالي. نتكلم في موضوع أبو بكر وفاطمة، مو على كيفكم يا شيعة. الموضوع اللي بدكم إياه بتتكلموا فيه وبتهربوا على موضوع آخر. لا، أنا موضوعي بين علي وفاطمة، جاوبوني على هذا السؤال، بروح معكم من موضوع فاطمة وأبو بكر، ما عندي إشكال. ما حد يدخل الروابط يا أخوان من غير أداء. يلا وينكم يا شيعة يا روافض؟ مش موضوعي أبو بكر، افهموا عربي يا عجم، افهموا عربي يا فرس. مش موضوعي أبو بكر، موضوعي علي، موضوعي علي، مش موضوعي. أنا كلامي واضح. بكلمك بالروسي قفرش بروسكي، ولا كلمك بالعبري أنت مدبير عفريت، ولا كلمك بالإنجليزي كان يسبيك إنجليش، بأي لغة أكلمك؟ بأي لغة أكلمك أنا؟ فهمني بأي لغة؟ بتكلم عربي. أنا موضوعي بين علي وفاطمة، مش موضوعي أبو بكر وفاطمة. انظر كيف تبغض أنت علي، لا حول ولا قوة إلا بالله. تبا للغباء، تبا تبا للغباء. ما هو إبليس عندك مؤمن، إبليس عندك مسلم مؤمن لأنه يحب علي، من آل البيت عندك إبليس. انت ما بتعرف انه إبليس لما خرج في الطريق وكان من أعداء علي رضي الله عنه جالسين يستغيبوا فيه، وأبو مرة أنكر عليهم هذا الشيء ودافع عن الإمام علي. شيعي ساد، انت تفهم عربي؟ عمو عربي كان يسبك عربيك، كان يسبك عربيك. أنا بسأل الحديث هذا اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، شو مناسبة قول النبي في هذا الحديث؟ جاوبني. المبغض على علي من قال أن علي أرذل من الحذاء. وين سؤالك يا جاسم؟ ما بيعرف يا ابو ريان، ما بيعرف. هو بفكروا انه هذا الحديث قال النبي لأعداء للصحابة، وانهم الصحابة ابغضوا فاطمة، وهذه كانت مناسبة الحديث. وحدها فاطمة اثبتت ان دعوة حبكم الى البيت زائفة. وين هذا الكلام؟ وين هذا الكلام يا الميسم؟ وين قالت هذا الكلام؟ وين قالت هذا الكلام؟ مجلة سيدتي. في عنا في إسرائيل في صحيفة اسمها يدعوت أهرانوت، كل سبت بنزلوا مقالات، أتوقع يمكن قال المقال في يدعوت أهرانوت: من يبغضها في الدركة. ما عندي إشكال يا شيعي ساد، ما عندي إشكال. عندكم علي أبغضها، هل علي بالدرك الأسفل من النار؟ هذا هو السؤال. انتوا ورطتوا نفسكم بهذه الروايات، ورطتوا أنفسكم في هذه الروايات.
شوف، لازلت بتكلم عن علي وفاطمة، ولا زال الميسم بكلمني عن ابو بكر. يا شبيه الانسان، يا شبيه الانسان، يا كائن بشري شبيه انسان، يا اللي بتتكاثر عن طريق المتعة، يا اللي بيكثر تواجدكم في كربلاء وقم. بتكلم عربي. هلو، هل تتكلم اللغة العربية؟ هل تحسن وتجيد القراءة والكتابة باللغة العربية؟ إني أتكلم عن فاطمة وعلي، ولم أتكلم عن أبا بكر. يخرب بيت الغبارة، شو أسوي أكثر من هيك؟ شو أعمل أكثر من هيك؟ فيش. لا حياة لمن تنادي. تفضل عمي سبع، تفضل.